اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل تالت وصفه من وصفات العيد. عملنا اول وصفه كانت السابليه، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف لو حابه ترجعي للفيديو تعرفي كنا عاملينه ازاي. عملنا في الفيديو اللي فات على طول كنا عاملين كحك العيد بحشوه الملبن، وكمان عملنا كحك الجواهر. برضه هسيب لك اللينك بتاع الفيديوهات في صندوق الوصف لو حابه ترجعي له. النهارده هنعمل بسكوت العيد بمقادير حلوه جدا وسهله وبسيطه. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملنا البسكوت الحلو بتاعنا ده ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه احنا هنعمل مقادير ربع كيلو دقيق. زي ما قلت لكم احنا بنعمل مقادير لاي حد لسه مبتدئ ومش عارف يخش يعمل الحاجات دي، فيجرب في حاجات صغيره الاول. فعندي هنا مقادير ربع كيلو دقيق. هنعمل الاول 167 جرام من الزبده، ونلتزم بالجرامات يا جماعه وبالميزان بالظبط. 167 جرام من الزبده، والزبده تكون كريمي كده عشان تتضرب بسهوله. بعد كده حطيت عليهم 83 جرام من السكر البودر. هبدأ ان انا اضرب كده السكر مع الزبدة كويس لحد ما لونهم يبدأ يفتح معايا، يمتزجوا مع بعض ولونهم يتغير كده للون الابيض. في المرحلة دي بقى هنزل عندي ببيضتين 2، وطالما حطينا بيض طبعا هحط رشة من الفانيليا، وهرجع اضرب تاني لحد ما كل القوام يختلط مع بعضه ويبدأ كله كده يبقى زي كده الكريمة، زي الكريم شانتيه كده. بصوا لونها مفتاحي خالص وابيض. في الحالة دي بقى هبدأ ان انا اشيل المضرب السلك، ونخلي بالنا بس كده واحنا بنشيل عليه زبدة عشان ما يتكسرش معانا. بعد كده حطيت عندي 250 جرام من الدقيق. هبدأ ان انا الم بس العجينة. البسكوت ما بيضربش يا جماعة، مجرد ان دي يختفي بتقومي على طول مطلعه. بصوا البسكوت بيبقى عندي بيلزق بالشكل ده. لو هو معاكي مش بيلزق هيتعبك جدا وتحسي ان هو تقيل في الكيس بتاعك. طبعا انا بستخدم القمع حسب ما انت عايزة بقى. يعني هو طبعا اللي هو بيبقى بسبعات تمانيات ده المشط ده. حجم البسكوته قد ايه على حسب حجم القمع اللي انت بتستخدميه. يعني عايزه البسكوته تكون عريضه ممكن تستخدمي قمع 3D، لو عايزاها تكون رفيعه او وسط ممكن تستخدمي بقى 1D مثلا او حاجه زي كده، يعني اقل شويه. فببدا ان انا بحبه يكون يعني وسط، ما بحبوش ان هو يكون سميك قوي او عريض قوي. بنزل بيه بقى بالشكل ده على طول. طبعا الصاج عندي ما فيش فيه مش مدهون اي حاجه، بحط كله في صاج بالشكل دوت. بشغل عليه الفرن بيبقى درجه الحراره 180، يعني اول 10 دقايق، ممكن تقلليها بعد 10 دقايق كده ل 160. وبعدين طبعا بتشغلي عليه الشوايه اخر 5 دقايق. بصوا اول ما بيطلع طبعا ما بنجيش ناحيته خالص لانه بيكون لسه طري، بمجرد ان هو يبرد شويه بيتكسر معانا بسهوله بالشكل ده. بتحفظيه في علبه زي ما قلت لك، علبه محكمه الغلق، او طبعا بتحطيه لو انت هتستخدميه على طول او هتديه لحد على طول، ممكن ان انت بتقفليه بالشكل ده على طول وبتسلميه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، واتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رايك ايه، واشوف فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.